Fais coucou. T'es occupé? Coucou. Ça va? Ça a été ta journée? T'as fait quoi aujourd'hui? T'as travaillé. Qu'est-ce que t'as travaillé? سلام البنات، صافا لاباس عليكم؟ نتوشا ليا انا راني شويه عيانه. اليوم ما عرفتش قال لي ندير حتى شي حاجه، ولكن كمان كان عندي رونديفو ديال ليكول ديال سيلا باجتماع، ما عرفتش دايره اش بالضبط. المهم غادي ندخل دابا، رونديفو ديالي من ورا واحد السيده دخلت دابا وانا كنتسنى. المهم غادي ندخل نسالي معاهم لو رونديفو ديالي ونمشيو للدار، وغادي نحضر واحد لاغوسيط ديال زياده الوزن ان شاء الله. فالا بغيتو تفرجوا وتعرفوا اللاغوسيط شنو هي بالضبط فما تمشيو فين. يلا يلا قول لهم باي باي. قول لهم باي باي. قول لهم ادو تالا. Oh là là, oh là là, tu manges chocolat? Tu manges chocolat? Tata. Tata, tu donnes à tata? Tu donnes à tata? Tu donnes à tata? Tu donnes à tata? Doucement. حبيباتي، بالنسبه للمكونات ديال الوصفه ديال زياده الوزن اللي غادي نحتاجو، فغادي تحتاجوا الفواكه الجافه. البنات ماشي بالضروره تلتزموا بهذا الشيء اللي غنقول لكم، يعني ممكن شي حوايج يكونوا عندكم، شي حوايج ما يكونوش عندكم. المهم نتوما عوضوا اللي كاين واللي ما كاينش، يعني ماشي بالضروره كلشي. المهم غادي نحتاجوا هنا كيف كتشوفوا، غنحتاجوا اللوز، غنحتاجوا الزبيب مجفف، وغادي نحتاجوا هنايا الكركاع، وغادي نحتاجوا هنا الكاجو، وهنا عندنا نوازيت، وهنا عندنا الكاوكاو، وهنا عندنا التمر. هنا البنات انايا غادي ندير غير واحد الكميه اللي قليله غير باش نوريكم الوصفه، انا ما محتاجاهاش، فانتوما غادي ديروا على حساب الكميه اللي نتوما باغينها. المهم انا غير وريتكم غير زعما مناش كتكون بالضبط. بالنسبه للفواكه الجافه غادي تحتاجوا فيها هذا الشيء، يعني الا كان ناقص شي فاكهه من هادو ماشي مشكل. المهم ماشي بالضروره كي قلت لكم تحضروهم كاملين. هنا البنات غادي نحتاجوا النافع مطحون، وهنايا غادي نحتاجوا السانوج، الا كان عندكم مطحون مزيان، ما كانش عندكم غادي طحنوه. هنا البنات غادي نحتاجوا العشبه ديال الكتيره. هاد العشبه البنات ديال الكتيره كتكون اللون ديالها كيكون ابيض، هي فيها جوج الانواع، كاينه وحده انا ما لقيتش العشبه حبوب، فلقيتها غير بودغ. فغادي نخلي لكم الصوره ديالها نخلي لكم الصوره ديالها كيفاش دايره قبل ما تطحن. المهم هي فيها جوج الانواع، وحده بيضاء وحده قهويه. البيضاء هي اللي كتليق لزياده الوزن، يعني هي اللي صالحه للاكل، اما القهويه فكتكون خاصه بالشعر، يعني اللي بغات داوي شعرها وسميتو كتستعمل البنيه. هاد الكتيره البنات بالنسبه لسميتها ما عرفتش بالجزائريه شنو هي بالضبط، حيت قلبت كوميم لقيتها بالفرنسي سميتها غوم ادراغونت ياك. ودابا نخلي لكم كلشي في صندوق الوصف. بالجزائريه ما عرفتش. وهنا بنات غادي نحتاجوا العشبه ديال البكبوكه، حتى هي ما لقيتهاش صاينه، فغادي نخلي لكم الصوره ديالها حتى هي ملي كتكون صاينه قبل ما طحن. والبنات هاد العشبه هذه بالضبط ديال البكبوكه وديال الكتيره من الاحسن ما تشريوهمش مطحونين، ما تشريوهمش كما درت انايا. انا راني خديتهم غير يعني زعما كنت مجبره حيت بغيت نوريكم الوصفه، فخديتهم مطحونين حيت ما لقيتش صاينين، وما كاينش الوقت باش نعيط للدار في البلاد باش يعاود يصيفطوهم ليا، فما بغيتش نبقى معطله مازال بالوصفه، خصوصا البنات طلبوني على هذه الوصفه، ما بغيتش نبقى معطلها اكثر. فكي قلت لكم هاد البكبوكه غنخلي لكم الصوره ديالها، هي بالجزائريه سميتها تلغوده ولا ترقوده ولا خميره الحاج.
وحتى سكودا، يعني هادو هما الاسماء ديالها بالجزائريه. بالفرنسيه قلبت فما لقيتش الاسم ديالها. هي كتشبه البطاطا قصبيه. اش غنقول لكم، المذاق ديالها فيها جوج الانواع، فيها وحده المذاق ديالها مر وحده المذاق ديالها حلو. الحلو هي اللي كتستعملوا والمر ما تستعملوهاش. بالنسبه البنات للطريقه ديال الاستعمال ديالها، يعني كيفاش كتخدميها، فكتجيبيها حبوب يعني طريفات، كتشديها كتغسليها مزيان وكتنقيها من كتكون فيها التراب، تيكون فيها السوسه، تتكون فيها بزاف ديال داكشي الحشرات وداكشي. فكتجيبيها هكاك صاينه وكتشديها. اول حاجه كديريها كترقديها في الماء، كتجيبي قبل ما تنقيها ما كلشي كتجيبيها كترقديها في الماء، كتخليها ليله كامله هي مرقده في هذاك الماء، والغد ليه كيسهل عليك انك تنظفيها، كتحيدي منها التراب، كتحيدي منها هذوك الحبات اللي مسوسين كتحيديهم تماما، يعني ماشي كتنقي لهم السوسه وتحيديهم، يعني الحبه الا مسوسه حيديها كامله لانها غير صالحه. نقيها من الحشرات من التراب من ديك الجلده ديالها. المهم تتبان لكم الحبه كتبقى هكاك بيضه نقيه. صافي من بعد البنات كتشديها كتقطعيها طريفات صغيورين، ولا كتشدوها كتحكوها هكا في الحكاكه الغليظه وكتقليوها هكايا في المقله، كتقليوها مزيان ومن بعد كطحنوها فكتحصلوا على البودره ديالها على هذا الشكل هكايا. وكيف قلت لكم البنات، هاد البكبوكه هذه ضروري ما تاخذوهاش مطحونين، لان العطار راه ملي كيطحن بالزبل ديالها بالتراب ديالها بالحشرات بالحبات المسوسين، يعني كيخلط كل شيء وكيطحن، هو راه ما عندوش الوقت باش غيبدا ينقي وينظف ويغسل ويمسح، ما كاينش هادشي. هذاك الشيء علاش البنات الا خديتوها خذوها صاينه وصايبوها نتوما باش تعرفوا راسكم اش كتاكلوا. ودابا ندوزو للطريقه ديال التحضير. الله يربي، قبل ما ندوزو لطريقه التحضير غادي نحتاجو ايضا العسل، شويه العسل. ودابا ندوزو لطريقه التحضير. بالنسبه للبنات الطريقه ديال التحضير فسهله وبسيطه. غادي نتبعوا المبدا ديال السفوف فاش كنحضروهم. فكنقليو اللوز ديالنا وكنقليو الكاوكاو وكنقليو الفستق ديالنا، الكاجو يكون دوفيس مقلي، الا عندكم ما عندكمش مقلي، مهم ضروري اللي ما مقلياش غادي تقليوها ضروري. المهم انا هذا الشيء عندي تقريبا كله مقلي، فما غادي نحتاج ندير حتى شي حاجه. من بعد ما غتقليوهم وغادي تساليوهم غادي توضعوهم في الطحانه ديال العطريه باش تطحنوا هذا الشيء. انا هنايا غادي ننزل كل شيء عفوا، انا هنايا غادي ننزل كل شيء، وغادي نجيب هاد التمره هذه حتى هي. هنا البنات النافع كذلك ومثال، غادي الا ما مطحونش غادي تنقيوه وغادي ديروه غادي تطحنوه راكم عارفين. وهنا غادي نضيف السانوج، غادي نضيف الكتيره، وغادي نضيف البكبوكه. صافي البنات غادي نطحن هادشي كامل مع بعضياته ونتلاقى بكم. هنا حبيباتي بعد ما طحنتهم غادي نزولها من الماكينه. هنا البنات بالنسبه للطحن ديالها نتوما كتحكموا فيه، يعني الا بغيتوا تنيلوها غادي تنيلوها، يعني بغيتوا تطحنوها مزيان حتى تولي تقريبا بودره ممكن، بغيتوا تخليوها هكا على هذا الشكل هذا اللي بغيتوا. المهم هادشي كيبقى اختياري. صافي البنات هكا بعد ما طحنتها انايا، المهم راه مطحونه واخا هكاك، غادي نضيف العسل ديالي، غنضيف واحد شويه ديال العسل. هاد الوصفه البنات يعني دو باز هادو هما المكونات اللي فيها، يعني انا الوصفه اللي عندي واللي كنعرف من بكري، حتى الوصفه هذه عندي من ايامات الاعداديه، كنا كنديروها انا وصحباتي، كنا ديك الساعات داك الوقت كنا ضعاف، كعارفين البنات غالبا البنت ملي كتكون باقا بنت كتكون ضعيفه، فكنا كنستعملوا هاد الوصفه هذه. يعني كنعطيكم واحد الوصفه اللي يعني النتائج ديالها مضمونين. انا كنشوف شفت البنات صحباتي وانايا شخصيا كيفاش غلاضينا ملي استعملناها، ففعلا كتغلط، يعني اوبو ديال واحد 15 يوم غتبداو تلاحظوا الفرق عليكم. واللي جميل في هذه الوصفه البنات هو انك ملي كتحبسيها ما كترجعيش تضعفي، هذا هو الزوين فيها. يعني ملي كتغلاضي على اساس ماشي كيف الدواء غير كتنفخي، الدواء النتيجه ديالو دغيا كتبان ملي كتستعملي هذوك كومون ديراج، ملي كنستعملوا دوك الدوايات اللي كينفخوا وكيغلظوا كتشربيهم حدك كتشربيهم راه كتبداي تغلاضي غير كتحكيك لكم البنات كي كتحبسيهم كترجعي كتفشي. هذه لا، هذه كتاكليها فكتاكليها على اساس، ومن بعد ملي كتغلاضي على اساس. صافي البنات هكايا، ها هي دابا هكا. انايا القياس ديال العسل درت شويه باش ما نحليهاش بزاف عاوتاني.
صافي البنات، ها هي دابا هكايا كتكون واجده لينا. اش كنديروا حنايا؟ كنا كنديروا كويرات على هذا الشكل هذا حنا البنات، ولا كنديروها هكايا فشي سطيل وكنحطوها في الثلاجه، ولا كتستعمليها كديريها كويرات وتديريها ثاني في واحد السطيل وكتخليها في الثلاجه. هاد الكويرات البنات كتبداو تاكلوا كويره في الصباح، مثلا عندك 3 في النهار، وحده كتاكليها في الصباح، وحده مع الغداء، وحده في الليل هكايا في العشاء. ماشي زعما هي اللي كتعشي بها، يعني كتاكليها من بعد كتاكلي ماكلتك عاديه. هذه كتفتح الشهيه وكتغلط مزيان. قدرتوا تاكلوها هكا، راه هي بنينه، يعني تقدري تاكليها هكا. ما بغيتيش ممكن ديري معاها ياغورت، كتجيبي دانون كتخلطيها فيه الداخل ديالو صافي، كتحركيها مع دانون وكتاكليها بمعلقه. بالنسبه للبنات هادو الا بغيتو ديروا لها كي قلت لكم دانون هكايا، فما كاينلاش ديروا العسل. الا ما بغيتوش ديروا العسل فكديروا مثلا اللي ما توفرش عندها العسل، دير غير شويه ديال سنيده ولا السكر البني وتعود تاكلها هكايا غبره، حيت ما غاديش تكون مجموعه عندها هكا فتاكلها هكايا غبيره. الوصفه ديالنا كتكون على هذا الشكل هذه بحال هكايا. البنات اللي باغا تغلاض راه هاد الوصفه هذه ديريها وتفكريني، واللي دارتها كون اكيده غادي تقولي الله يرحم الوالدين. انا هاد الوصفه هذه كنا جابتها لي صاحبتي، هي اللي كانت لقاتها وهي اللي كانت وراتها لينا، ومن بعد صافي انا كنت سجلتها عندي واحتفظت بها. فدابا الحمد لله جات الوقيته ديالها باش نوريها حتى للبنات، لاي وحده باغا تستافد منها. واصلا البنات هاد الكتيره والبكبوكه معروف عليهم انهم يعني كيزيدوا في الوزن يعني بدون نقاش، معروفين على الصعيد وعندهم بزاف ديال الاستعمالات. هذه طريقه واحده من الاستعمالات، وعندهم حتى الاستعمالات الموضعيه، يعني ممكن تستعملي البكبوكه والكتيره في استعمالات اللي هي موضعيه. مثلا الا كنتي دابا هاد الوصفه هذه، هاد لاغوطات هذه كتغلظك كلك، يعني كتغلاضي من جسمك كامل. كاينين وصفات اللي كيخليو تغلاضي، يعني زعما استعمال ديال البكبوكه والكتيره استعمال موضعي، يعني كتستعمليها موضعي. ان شاء الله مازال نصايب لكم وصفات على قبل الاستعمال الموضعي. بناتي هكذا كنكون وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو ديالي. نتمنى من الله تكون عجبتكم الوصفه، والاهم البنات هو انكم تجربوها ما غاديش تندموا. وعلى ضمانتي كيف ما قلت لكم، على ضمانتي وصفه ديال تطويل الشعر، فهذه حتى هي على ضمانتي وصفه غادي تزيد لكم الوزن. يعني من هنا 15 يوم غادي تبداو تلاحظوا الفرق ديال الاستعمال ديال زعما يعني الفرق في الاستعمال في الجسم ديالكم. ما غنقولش لكم تغلاضوا في نهار ويومين، لان كاع دوك اللي كيقولوا تغلاضوا في نهار يومين راه كيكذبوا. يعني مام بالدواء اللي دغيا كينفخ ودغيا كيدير فما كيغلظكش في نهار وفي يومين. فهاد الوصفه هذه في 15 يوم غادي تلاحظوا الفرق في الجسم ديالكم. دونك ديروها وانتم مرتاحين ومغمضين عينيكم، وكونوا اكيدين انكم تتغلاضوا على اساس، يعني ماشي كتنفخوا، كتغلاضوا كتربيو اللحم وكتربيو سميتو، ما كتربيوش ماشي غير البرد اللي داخل لكم جسمكم وكتنفخوا به، فهمتوني؟ دونك البنات يعني هذه وصفه اللي هي سيغ وصحيه 100%. صافي حبيباتي، ما سخيتش بكم، ولكن غنقول لكم تهلاو في راسكم وتلاقاو فيديو جديد في القريب العاجل. واهم حاجه حبيباتي هو انكم تابوناو في لاشين وتضغطوا على زر الاعجاب الا عجبتكم الوصفه باش تدعموني وباش تحفزوني انني نحط وصفات اخرين ان شاء الله. كاين بزاف ديال الوصفات، ف نتسنى منكم لي لايك ديالكم، ونتسنى منكم لي كومونتير اللي هما يا بوزيتيف. يلا حبيباتي، الى اللقاء في امان الله، باي باي.